هلو. ولادنا بدأوا ياخدوا الأجازة، طبعا من حقهم ان هم هاف فان ويتبسطوا ويقضوا اجازه سعيده ان شاء الله، ولكن ممكن استغل الاجازه دي في ان انا اسسهم كويس جدا في الانجليش. اهم حاجه في الانجليش ان الطفل يتاسس، وده حتى في المناهج التقيله اللي هي بتاعه جريد 4 وطالع، لو الطفل متاسس صح فمش هيكون عنده مشكله في المناهج ولا هيحس بصعوبتها. اوكي، طيب انا هاسس ابني صح ازاي؟ هاسسه صح ان هو يكون عارف هو بينطق الكلمه دي ليه، يعني هو يبقى فاهم هو انا بعمل كده ليه، انا بقراها كده ليه، يكون عنده اساسيات في اللغه بناء عليها يعرف يقرا اي كلمه حتى لو ما خدهاش قبل كده. اوكي، طبعا احنا عارفين ان اهم حاجه في الانجليش مش ان انا زي زمان كنا بنقول A B C D E F G، لا، احنا دلوقتي بناخد اللتر بنبقى عارفين طبعا اسمه، ولكن الاهم من اسمه صوته، نبقى عارفين at E P K وهكذا. اصوات الحروف مهمه جدا. طيب هو عارف اصوات الحروف، ايه الستيب بعد كده؟ الخطوه اللي بعد دي بعد اصوات الحروف مطالب بايه؟ مطالب ان هو يعرف الفايف فاولز. ايه هما الفايف فاولز؟ الحروف الاشقيه بتاعتي والساوند بتاع كل حرف من الحروف الاشقيه اللي هي الفايف فاولز، وبيكون عارف بقى فاميليز على كل فاول. مثلا فاول A عليه فاميلي ات، فاميلي اج، فاميلي اب، وهكذا. كل فاميلي كل فاول عليه فاميليز كتيره، كلمات كتيره قوي CVC. يتعود ان هو يقراها، كلمه زب، كلمه لب، كلمه هب، كلمه ست، كلمات كتيره قوي هنعرفها على الفايف فاولز دول. بس بعد ما اخلص الخطوه دي بدخل على الخطوه اللي بعدها وهي خطوه اللونج فاولز. انا خلاص اشتغلت على الشورت فاولز، بشتغل بقى على اللونج فاولز. في اللونج فاولز بقى ببدا اقدم للولاد حاجه اسمها تريك ووردز، كلمات بقول له ان انت بتحفظها زي ما هي كده، تمام؟ زي الاي، هي، شي، وي، go، no، to، that وhave. ببدا بقى بالتسعه دول، وبعد ما بيحفظهم ويتقنهم ببدا ادخل كلمات جديده. هبدا اقول لهم تاني عشان دول هيساعدونا كتير جدا في قرايه الجمل. I وبفهم الطفل على معنى كل كلمه. I يعني انا، I، he لو شاورت على ولد بقول عليه he، she لو بنت she، we احنا جروب مع بعض we، go يذهب go، no to يعني يذهب إلى go to، ذا بفهمه كلمة ذا بفهمها للطفل ازاي. بقول له في العربي بنقول كلمة القلم، بالانجلش بنقولها ذا pen، فهو بيبدأ يستوعب ان كلمة ذا في الانجلش زي ألف واللام في العربي. ذا واخر حاجة have يعني انا عندي have. ده بعد ما بيعرف الكلمات دي باجي كل سيشن، او انت كمان لو امي شغاله في البيت كل يوم بتخليه يسمع الكلمات دي مره في مره، هتلاقيه هو حفظهم اول ما يشوف الكلمه يعرف يقراها. طب بعد ما احفظهم انا هعمل ايه؟ هستغل حفظ الكلمات دي في ان هو ادخلها في وسط جمل. I have a bag، I have a cat. هو bag وcat اوريدي خدهم قبل كده، هبدا بقى ادخل في وسط sentence. I have a bag، I have a cat، I have a map، I have a cap. دي I have. طيب I go to، كلمة go to يذهب إلى، بدخلها في sentence زي I go to the zoo. وكلمة zoo هيجيبها منين؟ لما خد اللونج فاول O، لما خد اللونج O عارف إن الدبل O جنب بعض يعملوا لي O zoo، يبقى I go to the zoo، I go to the zoo. كده قرا جملة كبيرة جدا لوحده وبسرعة. I go to the zoo. اوكي؟ طيب كلمة زي make وكيك، في كلمات في اللونج A هو خد مثلا كلمة make وكيك، اقدر اخليه يكون منها sentence ويقول I make the cake، انا بعمل كيك، I make the cake، وهكذا. احاول كل كلمة شرحتها له سواء في الشورت فاولز في اللونج فاولز او في التريك ووردز ان انا ابدا بقى اخلط الحاجات مع بعض واكون sentences يقراها ويتمكن في الريدنج. حاولوا كل يوم مع ولادكم نراجع شويه كلمات نسمعها معاه، اجيب له ستوريز بسيطه جدا سيمبل كده يقراها ويتعود ويمارس البراكتس للريدنج بتاع الانجليش. يشوف كلمه فهو يتعرف عليها، يشوف فيديو على اليوتيوب وات ايفر. ما نخليش الاجازه ان الطفل يفضل نايم وبيتسلى وبيلعب وبس. الانجليش انت بتبني حاجه فوق حاجه. لو هو الطفل ما تاسسش صح وهو صغير وركزت معاه كويس قوي في اللانجوج وهو صغير، للاسف هيكون صعب جدا انه يتعلم الحاجات دي لما يكبر. اوكي؟ استنوني في فيديوز ثانيه كتير وهنتعرف على حاجات اكتر. ثانك يو، جود باي.